السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بصحة وسلام وأمن وأمان يا رب العالمين. ايه أخباركم وأخبار أولادكم وأحفادكم وحبايبكم؟ إن شاء الله طيبين وبخير وصحة وسلامة يا رب. تعالوا بينا كده نصلي على النبي الأول، بعد كده نشوف احنا بنعمل ايه مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عليه أفضل الصلاة والسلام. آه، احنا النهاردة إن شاء الله كده معانا حبة دقيق بساط خالص زي ما انتم شايفين. أنا طبعا مش متعودة على الكميات الصغيرة دي، أنا أحب أعمل الحاجة كتيرة ما شاء الله. فكان آخر الليل كده على الساعة 10 كده كنت يوميها فاتحة بس مباشر معاكم. بعد ما قفلت معاكم طلعت معايا إن أنا أعمل مربى. رحت على طول حبة الدقيق مغربلين وجاهزين، حطيت حبة ملح مع حبة سكر برضو، معلقة سكر كده وحتة ملح يعني على قد مقدار المية اللي أنا حطيته، وحبة دقيق دقيق طبعا حلو كده وفيه عرق وحلو. المهم عجنته تمام، ملكتهم حلو، وبعد كده رحت استنيتها عليها 10 دقايق، غطيتها خليها تعرق واستنيت عليها 10 دقايق، وبعد كده رحت قطعتهم زي ما انتم شايفين كده كور مش كبيرة قوي، يعني عملتها صغيرة بحيث ان وحدة المطبقة تبقى حلوة مش كبيرة. سريع سريع كده وعلى الماشي، وطلعوا زي العسل يعني ما تعبونيش، حتى انهم قليلين وسريع ما تعبونيش ولا حاجة. وعلى البوتاجاز من فوق لو ولعت فرن ولا حاجة، وطعمهم زي العسل وعشا خفيف وزي الفل. الحمد لله، اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. اخواتي وحبايبي كده ان شاء الله في كلمتين كده بساط كده عايزه اقول لكم عليهم. يعني انتوا بارك الله فيكم، يا رب يجبر بخاطركم زي ما بتجبروا بخاطري دايما كده. الفيديوهات، القناه كل ما لما بلقاها في النازل في الاستوديو، استوديو يوتيوب يعني. الاعلانات، بصوا انا عارفه يعني عارفاكم كلكم والله بتشوفوا الاعلانات وكده، بس في بعض الناس بتعدي الاعلان بتفوته، فانا هو ده يعني الاعلان هو اللي انا بستفاد منه، دي حاجه. والحاجه التانية اخواتي وحبايبي عايزاكم تنشطوا القناه شويه معاي. يعني بصي انتي النهارده مثلا عايزه تشوفي فيديو لام البنات، بدل ما تستني الفيديو يجيكي كده قدامك، لا بصي ادخلي على على البحث، في دايرة فوق فاضية كده، دايرة مدورة فاضية في أول الشاشة من فوق، دوسي عليها هتجيبي البحث. اكتبي فيها أكلات بسيطة مع أم البنات، اكتبي اسم القناة. معلش يمكن أنا بتعبكم والله لما بقول لكم كده، بس أنا عارفاكم كلكم أخواتي وحبايبي وأنتوا عايزين مصلحتي، عايزين مصلحتي وبتدوروا على اللي الصالح ليا يعني. فبيقول لك يعني انا بسمع شروحات وكده يقولوا ان لما تجيب القناه من مصادر البحث بتعمل القناه بتنشطها شوي. فيا ريت يعني معلش انا والله يعني هو بس ربنا اللي يعلم، انا عايزه القناه كده تتنعوش شويه كده حتى وتفوق كده شويه. اهو الواحد بيحاول يعني مع نفسه، يلا الحمد لله، هي كلها ارزاق وكله نصيب، وان شاء الله ربنا يكتب لنا الخير يا رب، احنا وانتوا والجميع يا رب ان شاء الله. والله لو وريتكم ال الاعلانات، طبعا انا في استوديو يوتيوب بيجيب لي الاعلانات يعني النسبة بتاعتها، النسبة ان هي اتشافت او ما اتشافتش تفوت يعني، انك انت تدوسي وتعدي الاعلان بيجيب لي النسبة والله بصوا ما اقول لكمش تحت الصفر، يعني 0%، دايما كده اشوفها 0%. يعني يوم ما الاقي الفيديو نوعا ما والناس سمعت الاعلان فيه، بلاقيها حتة صغنونة خالص خالص كده اللي هي باينة، مش فاكرة والله كمان كام في المية يعني، 3% بتهيألي او 4%، حاجة زي كده بسيطة خالص خالص. معلش يمكن الفيديو ده كله طلبات كده، فاختكم عشمانة فيكم يعني وفي كرمكم. برضو بالنسبة للفيديوهات أول ما بتنزل، أول ما الفيديو بينزل أهم حاجة أول 10 دقايق، يا ريت لو أنتم مش بيجيكم الإشعار يعني بالقناة أو بالفيديو، يا ريت الغي الاشتراك واعمليه من تاني، دوسي عند علامة الاشتراك، دوسي عليها، وبعد كده اعملي الاشتراك من تاني، عيدي الاشتراك من جديد، وفعلي زر الجرس يعني عشان يوصلك ان شاء الله اول ما ينزل فيديو او اي حاجة تبعي توصلك على طول. ومعلش انا تقلت عليكم خالص خالص فسامحوني وما تزعلوش مني، لو انتوا هتزعلوا مني خليكم زي ما انتوا. يلا ربنا يكرمكم يا رب ان شاء الله.
فربنا يجبر بخاطركم كده إن شاء الله، اجبروا بخاطري، وربنا يجبر بخاطركم يا رب، ويخلي لكم أولادكم، ويبارك لكم في أزواجكم وأولادكم ورزقكم وبيوتكم يا رب، وحبايبكم، وما يحرمكم منهم أبدا يا رب. وزي ما بتجبروا بخاطري إن شاء الله. اهو المطبق بتاعنا كده ان شاء الله، يا رب كده يكون يعجبكم. معلش هو صغيرة شوية القطعة يعني، بس انا قصدت يعني ان انا اعملها صغيرة عشان ايه، افردها بسرعة وما تعبش فيها، ما تاخدش مني الصينية كلها والكلام ده. فعملتهم حلوين كده صغيرين زي ما انتم شايفين. وما شاء الله يعني العجينة حلوة. استنيت عليها 10 دقايق زي ما قلت لكم، هي ومعجونة. وبعدين لما قطعتها برضو غطيتها برضو بالكيس واستنيت عليها لغاية ما ارتاحت كده وبقت حلوة. وطبعا عجينتها مش ناشفة قوي يعني، خليت العجينة متماسكة وحلوة، بس مش بتلزق. يعني خليتها حلوة طرية كده بس مش بتلزق، لان طالما عجنها حلو ومدخلها حلو ما بتلزقش، بتبقى حلوة. وبعد كده حطيت على طول اهو زي ما انتم شايفين الصاجة دي انا بعمل عليها على طول. دي صينية ألمونيا على فكرة، دار عليها الزمن وجنابها كلها عملتها يعني، فلتها كده وخليتها للحاجات اللي زي كده. اهو بعمل عليها كريب، اعمل عليها كده، بتنفع في الحاجات دي يعني. والحمد لله عملتهم وتمام التمام. وزي ما انتم شايفين عملت الحبة اللي بسكر الأول، دي كانت غلطة على فكرة. يعني أنا متعودة بعمل اللي من غير سكر الأول، لأن عملت حبة بسكر وحبة من غير. بعد ما بفردها كده برش السكر فيها من جوا. ده يتاكل بالشاي، تعملي كوباية شاي وتاكلي بيها، جميل خالص. معلش يمكن البوتاجاز مش ولا بد النهارده، فكانوا البنات عاملين مكرونه وكده في الظهر، فعلى اساس ان خلاص يومنا خلص مش هعمل حاجه على البوتاجاز. الصبح قلنا الحي اللي يعيش نغسل المواعين وكده. لما قمت انا بموضوع المطبق ده. يا رب كده يكون الفيديو بتاعي عجبكم. وهو ان شاء الله كده ما شاء الله يعني، مع عسل ابيض وشيبسي، وحطينا جبنه مثلثات، والحمد لله نعمه وفضل من عند ربنا. واللهم دمها نعمه يا رب واحفظها من الزوال. وحبايبي يا رب كده يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وما تنسونيش في التعليق واللايك والاشتراك. وشوفوا وشكم على خير، ولا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله.